ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. سنة سعيدة يا رب علينا كلنا، وان شاء الله السنة دي تكون احسن من السنين اللي فاتت. النهاردة حابة اتكلم معاكم في الفيديو، بما ان انا بقالي فترة ما نزلتش فيديوهات. ان شاء الله الفترة الجاية هتكون افضل. حابة اتكلم معاكم عن حاجة مهمة قوي في تقبل نفسنا، وفي ان احنا نغير نفسنا ونحقق اهدافنا. ان احنا نعرف نقاط القوة بتاعتنا ونقاط الضعف ونطورها، ونشوف ايه اللي بيوقفنا وايه اللي بيخلينا نكمل. وممكن يعني فكرة صغيرة، تحليل اسمه سوات، ممكن نعمله سهل قوي، نكتبه كده على ورقة ونحط الحاجات قدامنا. لما تبقى كل حاجة واضحة قدامنا هيبقى اسهل علينا. دي صورته انا منزلاه لكم اهو قبل ما نبدأ إيه كلام في الفيديو. هو حاجة اسمها SWOT analysis. ده عبارة عن 4 مربعات كده زي ما انتوا شايفين. أول مربع بنكتب عليه نقاط القوة بتاعتنا، ونكتبها، ونقاط الضعف والفرص والتهديدات أو المخاطر. نقاط القوة دي أنا حبيت أوريكم شكل التحليل قبل ما نبدأ، بحيث ان انتوا تبقوا عارفين يعني بنتكلم عن ايه، لأن في ناس كتير ممكن تكون عارفاه من قبل كده، فحبيت اوضح لكم شكله كده الاول. نقاط القوة دي يعني كل انسان مننا جواه نقاط قوة، بس في مشكلة ان احنا مش بنبقى مركزين عليها. احنا دايما مركزين على نقاط الضعف، ان انا عندي مشكلة في الحتة دي وعايزة اتخلص منها، عندي مشكلة في العيب ده فيا وعايزة اتخلص منه. مش بنركز على نقاط القوة. فبعد كده بنحاول نطلع بنقاط الضعف ان هي تبقى نقاط قوة، ونوصلها ان هي تبقى نقاط قوة لو عرفنا اصلا. يعني في ناس بتقعد تضيع وقت ومش بتعرف، كتير بتحصل لنا كلنا. لكن نقاط القوة بقى احنا عايزين نطورها ونستغلها كده. يعني مثلا هقول لكم مثال، انا عايزة اعرف مثلا نقاط قوتي واشتغل عليها كده واطورها، وان شاء الله في 2026 اكون حاجة انا بحلم بيها. افكر مثلا في الانجازات اللي انا حققتها قبل كده. كل واحد مننا حقق انجازات اكيد في حياته، حتى لو انجازات صغيرة، بس بفكر فيها وكنت ناجحة فيها قد ايه، وراجع بقى سلوكياتي وافعالي واطورها. انا والله شاطرة في الحتة دي. انا بعرف ادي قوي في الشغل ده. يعني اشوف ايه الحاجة اللي انا عندي قوية كده فيها واستغلها. نقاط ضعفي بقى المربع التاني، نقاط الضعف ده موجودة عندنا كلنا، وطول الوقت احنا مركزين عليها. يعني انا مثلا ما بعرفش اتكلم في مواقف كتير، احاول ان انا اعالج الحتة دي. انا مثلا عندي نقطة ضعف ان انا مش بستمر، فاقعد اعالج فيها. طب ما اشوف انا نقاط القوة بقى، مضيعة وقتي في ان انا بعالج نقاط الضعف. كلنا عندنا نقاط ضعف، مفيش حد في الدنيا ما عندوش نقاط ضعف، وهيفضل عندنا حتى لو عالجنا. بس احنا بنحاول نطور وبنحاول نعالج على قد ما نقدر. فاحنا محتاجين نركز على الاتنين، نعمل توازن كده وبالانس بين ده وده. نركز على نقاط القوة، وفي نفس الوقت نعالج نقاط الضعف، بحيث ان احنا نقاط القوة نعلى بيها، نقاط الضعف نطورها وتبقى تتحول نقاط قوة بنسبة احنا راضيين عنها، او بنسبة حلوة. فابقى حد كده يعني عمل نجاح نفسه فيه او بيحلم بيه، او وصل لنقطة معينة كان نفسه يوصل لها. فممكن نموذج سوات ده يخليني اروح لنقطة انا كان نفسي فيها، بس ما كنتش ناجحة في الخطة اللي انا عاملاها، او ما كنتش عارفة اوصل لها ازاي. فنموذج سوات هيساعدني ان هو انا نقاط القوة واضحة قدامي. والله النقطة رقم 1 هعمل فيها كذا، نقطة رقم 2 هعمل فيها كذا، نقاط الضعف واضحة قدامي. هعالج الموضوع ده ازاي، هبطل الموضوع ده ازاي. انا والله السلوك ده فيا مش عاجبني. يعني حتى لو في سلوكياتنا اليومية، انا والله هنا فكرت بطريقة سطحية قوي، فعايزة ابطل النقطة دي. انا هنا كنت مندفعة. انا هنا كنت انانية قوي، بفكر في نفسي.
انا هنا ما بصيتش للموضوع من وجهة نظر صح، يعني ببص على العيوب وبحاول اطلعها ونطلعها على ورق عشان تبقى واضحة قدامنا. يعني العقل لما بيكتب الحاجة بايدينا بورقة وقلم بتفرق كتير قوي. واتقبل بقى النقاط دي وانا حطيتهم قدامي كده، فده يعتبر اهم نموذج ولا اهم مربع في حياتي كلها. كتبت كده نقاط القوة ونقاط الضعف، الفرص والتهديدات او المخاطر. دي يعني ايه؟ دي بقى عوامل خارجية مش حاجات جوايا. نقاط القوة والضعف دي عندي انا، جوايا انا عارفاها كلها. الفرص والتهديدات انا مش عارفاها كلها، وهي عوامل خارجية اصلا. الفرص اللي هي زي ايه؟ يعني الامكانيات بقى المتاحة. يعني مثلا انا عايزة مثلا ابدأ مشروع، فالفرص المتاحة ان انا والله معايا رأس مال كذا، وعندي مكان الفلاني، وهجيب مثلا يعني اي حاجة، هبدأ الشركة مثلا، عندي هفتح شركة مثلا، فعندي المقر اهو موجود والفلوس اهي موجودة، والحاجات اللي انا يعني هشتغل فيها. يعني مثلا اي مشروع، يعني هبيع حاجة معينة، فاهي الحاجات اللي انا هبيعها هشتريها من المكان الفلاني واتفق مع ده واظبط كل حاجة. دي فرص كده بقى، بحدد الفرص الواضحة قدامي. التهديدات دي بقى اللي هي ايه؟ العواقب اللي توقفنا. دي عوامل خارجية برضو احنا مش عارفينها، بس احنا ايه؟ يعني مثلا والله انا عندي عائق ان انا الفلوس مش هتكفي. عندي عائق ان انا وقتي ضيق قوي وما عنديش وقت، والمشروع ده والله محتاج وقت. انا بقى ماليش دعوه بالحاجات اللي انا معرفهاش، انا اكتب اللي انا عارفاه. يعني مثلا انا هعمل مشروع، بس انا بشتغل مثلا 7 8 ساعات في اليوم او 10 ساعات في اليوم، وبقية اليوم بقضيه في البيت مع اهلي، فما عنديش وقت. لا، اشوف حل، ابدا اضغط نفسي، ابدا اقلل ساعات شغلي، اقلل ساعات قعدي في البيت، اظبط جدولي ويومي كده بحيث الدنيا تبقى احلى، اصحى بدري شويه، انام متاخر شويه، اظبط يومي بحيث ان انا اشوف ايه العواقب والتهديدات دي او المخاطر او ايا كان اسمها. يعني انا بديكوا بس كذا اسم عشان تبقى واصله لكم، بحاول اعالجها. يعني حتى لو احنا كستات بيوت مثلا، او اي ام او زوجة، في تهديدات مثلا او مخاطر، لو انا مثلا برتب حياتي كده بصفة عامة، ولا هبدأ مشروع ولا هعمل اي حاجة، انا عايزة اغير حياتي، عايزة اخطط لحياتي، عايزة تبقى حياتي احسن، وانا واحدة عادية جدا قاعدة في البيت مش بشتغل، ما عنديش مشاريع، ما عنديش اي حاجة، هكتب بقى نقاط قوتي وضعفي. الفرص والتهديدات بتاعتي هتبقى ايه؟ والله العواقب ان انا مثلا بصحى متأخر، العواقب ان انا يومي مش مرتب، ان انا بقعد اليوم كله بلف في البيت والاطفال والزوج، ومش بخلص، مش لاقي وقت لنفسي. دي عواقب او مخاطر. الفرص اللي هي الحاجات الكويسة، والله انا عندي امكانية ان انا اعمل جدول وارتب واعمل. بالليل قبل ما انام كده هاخد ربع ساعة اظبط فيها اليوم اللي جاي، اظبط فيها منيو الاسبوع، اظبط، يعني بحاول اخد الايجابيات والحاجات الفرص اللي عندي استغلها. فاحنا لو عملنا كده هيفرق. كل يوم ولا كل يومين 3 كده نبص على المربع ده، هتفرق في حياتنا كتير، هيخلينا نتطور للأحسن، نوصل للنقطة اللي احنا عايزينها، اوصل للمكان اللي انا عايزة اوصله. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم، ولو حابين تقولولي نتكلم في ايه المرة الجاية، يا ريت جدا، هستنى تعليقاتكم. مع السلامة.